السلام عليكم. جالك المنتظم على الفيديوهات واللي بقى بيعملها اول باول وبينزلها عشان بيقدرك وبيحبك، فما تنساش بقى تقدرني وتحبني وتوصلني لغيرك. يعني اعمل لي لايك، شير، اشتراك، تعليق، الحاجات الحلوه دي كلها بتطلع منك. يلا بينا. واعتمد انشيلوتي على بيلينجهام وفينيسيوس وبيبقى 10 ومفتاح الانكيه، وده استنتاج صح. انا فعلا رامي الافيه ده عشان هما المكن الالماني وكده. اما توخيل فاعتمد على الاله وساب الانسان، والاله كمبيوتر، وهو ما نقلش الخطه من السبوره للوورد تقريبا. المهم الشوط الاول كان شوط سريع جدا، ما فيهوش اي حاجه مهمه اقدر اقولها لك، عشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر شنطه العيش اللي محدش كل منها على الغدا وسابوها على الترابيزه. انت ايه مش حاسس ان فيك حاجه غلط؟ ده اخر موسم صفري خدناه كان ايام الراجل ابو شنب اللي لما بيشوف حاجه وسخه بيحرقها. المعلم حسن شحاته هو ده ملخص الزمالك وبلديه المحله ولا ايه؟ في ظل الاحمر الجامح والاصفر التلميسي بتاعي مفيش مجال نجيب اخضر جنزاري صغير. ايه انا المحرم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اكيد مش بتوشوشها توقع الماتش في خدها. هو المدرب اما قال اشبيم دم بيم يحيى كان قصده باص لمين؟ طبعا انت مش فاكر مين متولي، بس انتوا اللي دمرتوا حياتي في 8/2/2023. ماشي، احنا المكن الالماني ممكن ما تسيبناش الا لما ما تخليك شواف بقى. بقول لك المان، الماتش بيتلعب في رغيف قيصر. الحقونا، اللي جايب معاه شجر من بافاريا بيحرقوه. فريق دار النور للمكفوفين وفريق دار الامل للمكفوفين، وذلك في اطار بطولة كرة الجرس. Every night in my dreams I see you. انت كداب والله، الحركه دي مش موجوده في الخطط والتكتيك. انت كده بتقلب له نور تقريبا. ليه الاحراج ده؟ بصيها بعيد شويه، لسه واكل 9 بيضات بفردان زبده وتقلاه. هو هاري كين واقف كده ليه؟ هو ساب كل المكن وقرر يتقمص دور التلاجة. انا بقى دون سايع، حاسب يا عم، عايز انمو وازرع بقى. كنت المفروض عليها بس ما رضيتش عشان ما تتكبرش، والكبر من الشيطان. خلي الشيطان وش معنى كين بس؟ مش عايز ارمي عليهم افيهات تاني، بس كنت عايز انتقم بصراحه من ساعه كاس العالم بتاع قطر والحركات العبيطه اللي كانوا بيعملوها دي. ايه هو حد داسله على طرف ولا ايه؟ ماله بقى هجومي فجاه؟ سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل. ادخلها فينا وضيعنا اهي. لا بهزر، مش دلوقتي. ايه وانت فاكر يا زيزو اما هتعمل قصة عرف الضيق وتنسى نفسك على الجريل مش هعرفك؟ ازاي ده؟ هما اللي جايين لاف مينز مش احنا. مشروع خطير هيغير من حياتنا. ازاي عملته من غير خرسانه ولا مسلح؟ الحمد لله على السلامه. طمني يا ماما، انا حاطط العيش فوق الكيس بالظبط. وجي الوقت اقول لك اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي لاعب عليه اثار العزق في الارض. بقى فدادين من قراريته ونسي اصله وحكاها في الالمان، وساب جده اللي بيبحث عنه عشان يرجعه. السيرج ده نبري، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديرة، واحط لكم باكتشافات جديدة هتغير من مسار الكوري في المانيا واسبانيا وخط الصعيد ابلي. سيرج جنبري هو الابن الاصغر الهارب لخط الصعيد عزت حنفي للهروب من الطار والحصول على الحصانة الالمانية. فلو بصينا على ميلاد سيرج جنبري سنجد ولد في يوليو عام 1995. 1995 هو العام الذي تحدث عنه الشقيق الأكبر لعزت حنفي عن وجود مواجهات عنيفة بين الإرهاب والشرطة، وفي هذا الوقت استدعى مساعد وزير الداخلية عزت حنفي وأشقائه لمساعدتهم ضد الإرهاب. عزت حنفي الداخلية، عزت حنفي الذي شت وتجر في الممنوعات ولقب بخط الصعيد. الداخلية التي مهمتها أن تحارب الجريمة. جرماني ألمانيا التي لعب لها جنبري الذي لعب ب11 نادي مختلفين. 11 هو عدد السنوات بين 1995 و2006، بداية ونهاية خط الصعيد عزت حنفي. واه اللي يتاخد منه طاره ويتقل مقداره. طب خد الجغرافية المريبة. تحدث الشقيق الأكبر لعزت حنفي أن الجماعات الليبرالية وقتها كانت تتخذ من زراعات القصب والجبال مخبأ لها. الزراعات الجبال معرض لتكنولوجيا الزراعة في شتوتغارت الألمانية. شتوتغارت التي بها جبل فورتنبرج الذي يسكن عنده سيرج جنبري، والذي تم تغيير اسمه في عام 1907. 1907 ميلاد محمد منصور خط الصعيد الأصلي في أسيوط التي أتى منها عزت حنفي خط الصعيد الجديد ابو جنبري. طب خد النهايه المتشابكه. استحوذ على جنبري من اب ايفواري كوتيفوار التي لعبت مصر في نهائي افريقيا عام 2006 هو العام الذي انتهى به عزت حنفي والذي انتقل به جنبري الى شتوتغارت.
شتوتغارت التي بها جبل فرونتنبرج والتي بها معرض الزراعات الذين يحب ان يختبئ بهم الجماعات اللولبيه. وبشكل خيوط اذن سيرج جنابري هو الابن الاصغر الهارب لعزت حنفي خط الصعيد لتجنب الطار والحصول على الحصانه الالمانيه. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الكبيره دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامة. اتأخرت انت، بس حبا فيك احكي لك اللي حصل في الشوط التاني. الشوط التاني كان شوط غريب، في 3 جماهير خسروا وجمهور واحد تايه في النص، مش عارف يحتفل مع اللي بيحتفلوا ولا يكمل خط الاحزان للاخر. وده ظهر في الدقيقة 67 بعد طولية لديفيز وكرة مليئة بالدريجين وفنت من رودريجير وهوبا 1-0 للبايرن. وفجأة الليفربولي بيطير بقى والسيتازاوي بيملط ولا ايه؟ نزل يا عم. وجمهور البايرن عايز حاجه عيب مش همثلها، والبرشلوني ماشي. وفجأة في الدقيقة 88 ما تفهمش حد فعل الكرة السخنة ولا حد سب النوير، المهم ياخد الكرة وتقع من ايده يشوطها خوسيلي وهوبا 1-1 للريال. وثلاث دقايق كانت كافية تجلط نص مشجعين الارض، كرة توصل لرودريجير معرفش ازاي، يبصيها لخوسيلي بسرعة جدا معرفش ازاي، تخبط فيه يلاقي الناس بتحتفل وبتقول هوبا 2-1 للريال، راح احتفل معاه. بس كده. وده انا مثلته في مشهد هعرضه لكم دلوقتي. الفيلم الكرنج بطولة مهند أشرف. أنا هعرفك مين هو الريال يا روح أمك. ماشي. النهاية. وبعد كل اللي حصل ده قررت اديلك ملخص الشوط التاني من وجهة نظر اكبر لبيس اشوفها في حياتي. يا عم بقى حرام عليك، انت بتعاملنا كده ليه يا اخي؟ ده يا عم بقى لنا ساعتين بنجري وراك. هو كارفخال عايز يجيب جول في ملعب البايرن ولا ايه؟ فاكره بجولين تقريبا. بقى من اروع لقطات الكابتن هشام محمد اقدم لكم نفسي انا الممسوح بكرامة الارض. جزمة باتا مقاس 43، انت رجلك صغيرة خالص. احنا الجردات بتوع فالفيردي. ها فاضل ايه تاني؟ هتمدني ولا هتحطني على الصاعق الكهربائي؟ انا جدتي نحست يا اخي، لازم اواجهه ما اخافش بقى. انا راجل. لا انا ما حدش يرقصني غير فينيسيوس. مش محتاجة حاجة يعني. بيعملوا بيها ايه؟ انا فقدت الذاكرة. نعوضها في مرتدة تانية بقى. عايز انا مفروش منك، عايز ايه السهولة دي؟ عداني ازاي ولا اكنه عمل لي سكيب؟ لحج ابراهيم العرجان يا ظهر السيناوي. انت تضربني انا بالرصاص؟ انت حمار يالا. نوير. لا نوير. سيطرة. باير. المر باير. المر هيموت جتكليلة. خلاص احنا عطلنا بقى زي تونا ولا ادولنا فولت عالي تاني يا اخي. انا تعبت، انا كارف، يلا نصفر بقى. اشكام ايباح هوفنهايم دريجين مش فاهمك من الالماني ده عدل بس كده؟ لا ظلم. استنى وهجيب لك راجل يكلمك. الحمد لله على السلامه. جه الوقت اقول لك البايرن اتظلم ولا لا. البايرن اتظلم، مفيش حكم بيصفر بالسرعه دي من غير ما الكره تخلص. المهم انا كده خلصت، واحب اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. وما تنساش اللايك والشير والتعليق والاشتراك، والاهم زي ما بفكرك كل مره تابع اخبار اخواتنا وتنشر كتير، والفتره دي غير اليومين اللي فاتوا دول بالتحديد كمان غير قوي. بس كده، سلام.